قاعد اركض اكو بيت طين بعالم هاي قاعده يعني هي ضمن البساتين، جيت لك على البيت شربايه برا طبيت لك جوه شربايه. يعني انا كله طالع بس عبالي اخلص يعني الميت بحيث انتهيت بعد ما اقدر اركض. ذول اهل البيت صحوا هذا جوه شربايه. ثار هم من عندهم ربايه. قاموا يدقون بيه من هنا وصلت الشهر العام يقتلون بيه هم. بس ربك ما لزموا عنده اي مستمسك بانه يثبت انا شيعي. اي مستمسك عنده ماكو، لا موبايلات لا ما لزموهن عندي. قالوا ليش شردت؟ قلت لهم خفت من عندكم وشردت. قالوا تشني؟ قلت لهم انا سني. قلت لهم قبل شوي لزمون جماعتكم وهدوني. قالوا انت من يا سني؟ قلت لهم مال ابو عيسى فخذ ابو جاسم. هالحكي يطول، شدوا عيوني ودي ورجلي ذبوني بسيارتي بالجنطه. هم هذا قاطع النداء كلهم من الرمادي. كلهم عراقيين ما بيهم اي واحد عربي اللي لزموني بهاي قالوا تسني لو شيعي؟ قلت له سني. قال اكيد؟ قلت له اكيد. كله انا اقسم بالله عز الله وياهم. يعني السوالف وياهم. هيك اخذت لي بالساعه ونص بس انا مكتف وضال. سالون ذول اللي وياي قالوا انت شنو؟ قلت لهم انا سني. قالوا اذا سني لا تخاف احنا سنه وراح يهدونا. هذول اللي موجودين دار ما داري بهم حوالي بال20 واحد بالصف مال المدرسه. بس خلال قعدتي اباوع الاحداث تصير بالمدرسه استاذ. اكو تكرم تواليتات 6 بالمدرسه. اكو هم يجيبون جماعه فوقه بس ما يخلوهم بهاي الغرفه. صار هاي الغرفه اللي بيها احنا بس السنه. زين هاي تصير اعدامات، شفت اعدامات مثلا؟ دباوع. ما شفت اعدامات مثلا؟ دباوع. جابوا جماعه بيهم حوالي 8 نفرات لازميهم جايين من بغداد رايحين السامره. مدنيين. اول ما طبوا فتشوا رؤوسهم، اي واحد يطب ماكو اذا راسه مضرب ومطبر راسا يعرفون بيك شيعي. ما يتفاهمون وياك، ياخذوك وين تكرم قبل يشتفوك لهاي التواليت، يعدموك بالتواليتات، من تخلص دم اكو كيه حمل طب جوا بالمدرسه يشيلون جثث وين يذبوها بالكيه، هاي قدامي. اذا مطبر براسك ما يحكون وياك حكايه، يقول لك عليه من مطبر على حسين والله الكريم. قاموا يعدمون ذولا خطيه 6 وين جابوهم؟ بالتواليتات. التواليتات مقابيل الشباك مال ذن الصفوف صارت بالنص. شو قاموا يجيبون بس اسمع الطلقات وين؟ بالتواليتات. تباوع يخلص دم تكرم راسه وهاي ماكو وين يشيلونه؟ يذبونه بالكيه. يودوهم منطقه اسمها منطقه الجزيره. هاي جثث هناك يذبونها. شكوا واحد يكتبوا بالمدرسه يذبوها منطقه الجزيره. صدق والله ورا ساعه ونص جوني هم ذول نفسيتهم اللي اخذوا اسمه هاي وقالوا خابروا عليه. قال ولك جايف هاي حكايته والله. شلون تقول اني من ابو عيسى سني؟ انت رافض ومرتد. ضربني هنا بالاخمس. هاي عين انفتحت للجو، هاي ساعه عين طابت. هاي السواد اللي بيها. قال والله الا ذبحك. هذا ابو هاجر. قالهم علقوه. اخذوني من هذا الصف، اكو صف يحققون به هم برحلات وهاي بنفس المدرسه. صعدوني على الرحله كلبتشوني هيك لورا وشدوا عيوني ورجلي ودي هيك لورا، طببوا حبل من هنا لهنا وبتشن قال وخروا الرحله من رجلي. انا راسا يدي طقن من هنا. لما فقدت بعد ما ادري بروحي. الكلبشات بحيث وين نزلن بداخل اللحم مال يديه. 5 ايام يقتلون بيه. اقول سني ليش؟ لان يجيبونه بصف يعلقونه. انا معلق. يجيبون خطيه جماعه ما يتحملون قتل، بس يقول شيعي اخذوه التكرم من التواليت راسا قتلوه ما ياخرونه، بس يقول شيعي. اسمع بالحكي هذا ابو هاجر يقول لهم اذا ما يقول شيعي بلسانه ما نقدر نقتله. فقانون عندهم، يعني اذا ما تقول شيعي بلسانك ما يقتلوك. انا من اسمع هيك الحكي قلت له يقطعون من اللحم اقول لهم انا سني. بالكبر عايش. الوحيد انا مقاوم 5 ايام. 5 ايام يدقون عليه. كل ما يقول له هذا رافض من حكي. يقولون يسولفون وين هذا المسؤول عليهم. قال لهم حتى لو رافض اذا ما يقول شيعي ما نقدر نقتله. وما عندنا اثبات بان هو شيعي. لا مستمسك عنده لا فد شيء. انا كلش مرته. صدق والله يوم الخامس الساعه 9 بالليل انا معلق. لقوا جنسيتي واقعه بالسياره من ضمن المستمسكات ما ادري بها. سيارتي عندهم طبعا. هذا الحكي. ايش مكتوبه جنسيتي ثاني؟ حميداوي هويتي. كربله. ويا مو لزموا الجنسيه، اجوني يركضون، قالوا وين هذا العيساوي؟ ما يصيحون له غير بس العيساوي. يعني بالتحقيق ما تحقيق. قلت له ها شيخنا. قالت عيساوي؟ قلت له يا شيخنا. قال كلب هاي الهويه مو مالتك؟ انا من شفت الهويه بعد انتهيت. قلت هذا اخر يوم بحياتي والله الكريم. قلت له لا هاي الجنسيه مزورها. قال ها مزورها ولك حتى بهاي تجذب؟ هاي حكايته هاي. قالت لو ضابط لو بالاستخبارات لو جندي لو بالامن ابد مو انسان عادي. صار 6 ايام ندق عليك وتقول انا سني وتطلع شيعي رافضي. قال هم نزلوه.
نزلوني قطعوني تقطع بالبدايه، سحلوني قال لهم ذبوهم وي ذولا الاربعه، هذا ما اريدكم ترموا رمي، اريدكم تنحروا نحر. جلس معنا اربعتنا، قال يا يطلع ذباح عليهم، قال له شيخنا انا واحد ضعيف لابس نظارات لطش وكليته. قال له يا اطلع مصور، قال له شيخنا اني، قال له اثنين حراس عليهم، سجلهم بالدفتر مالته، قال الساعه بالخمسة الصبح باكر الفجر تاخذوهم منطقه الجزيره تذبحوهم. ذولا لا، بس انا سالت ذولا اللي وياي هم سالوني. ويا الجماعه يسولفون؟ ثلاثه وياي. يسولفون؟ اثنين خطيه ولد عم من اهل الدجيل. شنو ذولا؟ هذول جايين بكيه حمل، عندهم حمل مال طماطه رايحين سامره، لزموهم على الشارع. تعرف اسمائهم؟ واحد سعد وواحد محمد. اجونا اهلهم التقوا بيا خطيه. اي والله بالدجيل. صدق والله الساعه بالخمسة قلت لك فتح الباب علينا. بالليل احنا انا من الكتل وهاي ديه مرتخيه الشداد مالهن. هاي الشداد شنو دشداشتي قصوها منا من جوا وشدوني بيها. بيوم اللي حقه وياي. طلعت ديه منا ما احس بيهن لان مخلعات 5 ايام انا معلق، قوه اجيب ديه اخليه هناك قدام ارتاح شويه. من يردون يطبون عليه ارجحنا طبوا بايد يعني اخليه بالشداد هيك. من طبوا خليت الديه بالشداد، قالوا قوموا. قومونا اربعتنا صعدونا بالكي الحمل مال ذول خطيه الولد، اهل الدجيل ولد عم. وانا وهذا الولد صعدنا هم بالبودي وياهم اربعتنا، صعدوا ويانا اثنين لابسين جعب ورشاشات، واحد يسوق وواحد وقف علينا بالكيه، بس احنا عيوننا ما مشدوده، بس شادينا هم هذا الشداد مالتنا اللي ورا. وصعدوا سيارتي الذباح والمصور. سيارته نفسيتها، سيارتي شايلين ارقام مالها ذابينهن جوا. صدق والله مشت السياره غبشه، مشت السياره، خذونا من المدرسه هي لمنطقه الجزيره. هاي هناك يذبحون بها العالم، وحق الحسين بعد كيلو توصل المنطقه الجيفه مال البشر تطق بخشمك. هاي اللي هناك يذبحون بها واللي يقتلون بالمدرسه. وين يودوهم؟ يذبون جثث بهاي المنطقه، لان منطقه شول صحراء. انا هم خبرت عليها يعني المنطقه بنفس اليوم. صدق والله قلت لك انا مش تميت ريحه البشر والجيفه، قلت هاي بعد انا علينا. منطقه الاسحاقي سيد غريب، المنطقه اللي اخذونا عليها. نزلونا بغرفه مال طين، الغرفه كلش كبيره، بس شنو قصه داير ما دايرها، هي هاي المنطقه اللي يذبحون بها. الغرفه بيها ماطور مال مي متروك، البول مال ماطور شبيه مهدم، يعني البشر يطلع من عندها. من طبقوا السيارات، الكيه وسيارتي عالقات دبل الشارع واشتغلن اثنينهن السيارات. نزلونا جابونا قعدونا بالغرفه. خطيه اول واحد هذول من اهل الدجيل ولد عمي قلت لك عليهم موجودين، واني وهذا الولد اسمه حارث من اهل بغداد. راسا هم سووا قوموا ذول الولد الاخوه، هم ذولا ما كل لابسين رشاشاتهم، وهذا المصور الذباح اخذوهم مسافه 100 متر عنا، واحنا ظلينا بالغرفه. انا باوع قلت والله انا خلنا اطفر اركض خلي يرموني ولا يذبحوني، بلكي حتى راسي ذا موجود يجوز اهلي يعرفوني. انا ديه مرتخيه، طلعت ديه اول ما اخذوا ذول الولد ويا ما مسافه صاح تكبير ذبحوا لي قطيع اول واحد. انا ردت اقوم قال مرتك تخلصني، هذا اللي وياي. مديت يدي على زنطه بس قلت له هيك فتحت يديه، هو مسافه عنه، ركضت مين طلعت من هاي الرازونه، الغرفه مالت الطين مهدمه قلت لك منها، صعدت قول بسيارتي، وهذا اللي صعد وياي، ما حتى من صعدنا ما حسوا بينا. لان اول شيء غبشه وقصب، مأمنين منطقه صحراء، يقول لك ذول مشتفين ما يشردون، بس الله يعني مال البيت. انا نخيت الامام علي بها والله الكريم. خوي بس صعدت بالسياره، بس فريت السياره هيك، بس فريتها مو فره عاديه يعني. اول شيء خايف وما مصدق انا نزلت السياره مال السياره، بس طلعت هم شافوا السياره ركضوا عليها قاموا يرمون عليها. هاي الطلقات اللي شفتها بالسياره. اسمع طلقات بالسياره، بس انا قلت بعد ما معقوله، قلت راح اخلص يعني، قلت يجوز قدامهم هم لان ما ادري المنطقه. خوي اقول لك تقول لي ظليت تمشي، بس هي شنو السياره على سرعتها ترابه وتمشي. انا على الحديد كابس السياره، ابوع بالمرايه ما اشوف بس تراب، قلت انا يجوز لحقوني ما اخلص. والله تمشي امشي، بس شنو من امشي ما اندل الطرق، كل ساعه طب بطريق. طبيت المنطقه بيوت طشاش، يعني هنا بيت هناك بيت هناك بيت بساتين. بالاسحاقي، هي بعدنا بالاسحاقي اي، بس ما اندل اريد الشارع العام ما اندله استاذ. اباوع العالم تطلع برا تباوع، لان شنو امشي سرعه مو طبيعيه. ايش عبالهم انا من داعش. صرت مقابيل مدرسه، المدرسه من صرت مقابل لازم اخفف، لان شنو ناظم وسادي بتراب هم قوه تصعد السياره. لقيت جهال قاعدين بصف الناظم، قلت لهم عمو وين طريق مال بغداد سامره يعني اي تبليط؟ قالوا بصف المدرسه تطلع بهذا التبليط، صف المدرسه يذبك على الشارع العام مال الدجيل. انا ما عبالي يعني وصلت الدجيل بهاي التراب. صرت على التبييض مشيت مسافه استاذ ولاقيني جيش عراقي منتشر. الله خلصنا من داعش،
الجيش العراقي الدور بلش بيه رمي، عبالهم انا شنو؟ هم داعش. نزلت دشداشتي انا قطعه دم مال حمراء هي فانيتي، نزعت دشداشتي هوست بيها رديت، قام يرمون علي قصي بالبيكيسيات. يعني قتلوني بس الله واهل خلصنا همات. رجعت بسيارتي ديورت، رجعت على الجهال. ذولا نفسيتهم. قلت لهم هذا الجيش العراقي ما يخليني اعبر منها، قالوا من هالشارع الترابي تمشي بيها يلاقيك تبي تطلعك ورا الجيش ورا هاي السيطره. يعبرك. صدق انا هم مشيت بيها. صدق ظليت امشي حوالي بالخمس كيلوات، عبرت السيطره مال الحرس وطني الجيش يعني مالتنا. لزمت الشارع مال التبليط بس. وياك حارث وياي بس هو كل شيء ما يندل هذا الولد خطيه. انا هم ما اندل بس يعني على الوصف. قلت خاف اسال ناس كبار يطلعون ويا داعش، فقمت شنو سالت ذول الزغار يعني ذول الجهال. يعني قلت هذول جوز بس اخبرهم جوز يخابرون علي موبايل فد شيء، يعني هيك فكرت بيني وبين نفسي. قلت هم اوقع مره ثانيه بديهم. صدق وصلت الشارع العام قاعد امشي قريت قطعه دجيل ترحب بكم. بس بعد ما مرتاح لان قلت يجوز هم بديهم ما اعرف انا. مشيت مسافه لاقتني سيطره. السيطره باوهم لابسين مغاوير ولحايا، قلت وعلى ذول هم داعش. اجيت طب قلت هم يركضون علي رشاشاتهم لان ماكو سيارات بالشارع، لان هذا الشارع كله ماكو بس انا جيت امشي بيه. هم سحبوا علي اقسام ما ادري شلون، ترجلت انا قوه وقعت على التبليط، بس هذا الولد الواعي شويه بيروح ما مبسوط قوي. انا رجلي ايدي مقرم يعني قوه وصلت يمهم. بعد اريد مي 6 ايام لا مي ولا اكل، منتهي لان شاف مفطره يجرن دم. جيت لهنا ودي منتهيات مخلعات قوه اسوق، ما قدرت احكي. هذا الولد قال لهم احنا شيعه احنا جيش عراقيين وكنا مأسرين بداعش وهذا الولد عسكري. هو هذا اللي وياه. اجوا شالوني ذبوني بالجامع خطيه، غسلوا لي جابوا لي اكل جابوا لي رقيه اكلتها. صدق والله من ارتاحت قالوا انت شنو؟ سولفت لهم القصه. من سولف في الثاني خطيه هذول الدجيل نص من عندهم هاي السيارات مو تروح السامره وين لازم يهم بالاسحاقي. قامت كل شويه تجينا جماعه، يجون الشيوخ مال الدجيل يجون الساده. من سولفت على دول خطيه اثنين قلت لهم ولد اسمه احمد وسعد، هذا خطيه واحد قام يلطم على راسه طلع خطيه اخوه والله الكريم. قالوا شنو صار؟ قلت له هيك. قلت لك هي ام الشاشه يسموها هاي الحديثه. قال خطيه ذولا اخوتي. قلت له ذولا الله يرحمهم ذبحوهم قدامي اليوم الصبح الساعه بالخمسة بمنطقه الجزيره. ثاني هم عندهم معلومات ذولا لان هاي المناطق يعرفوها. الشيخ جاني